السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة تجربتي مع البطاطس المطبوخة عملتها بطريقة تحفة. جبت معلقة من السمنة البلدي ومعلقة من سمنة كريستال. سمنة كريستال قريبة كتير للسمنة البلدي، بتدي طعم حلو جدا في الأكل، فأنا بدمجها مع السمنة البلدي وشوية من الزيت. هو طبعا كل واحد على حسب ما بيحب يستخدم مقدار المادة الدهنية وعلى حسب نوع السمنة اللي بتحبيها، بس انا بحب استخدم الطريقة دي، بتدي طعم كويس جدا في الاكل. بقلبها لحد ما بتدي اللون ده معايا، وبعدين بكون فرمة بصلة في الكبة او فرمها عادي ايا كان، باخد منها معلقة، المهم مفرومة رفيع، باخد منها معلقة وبنزل فيها في المادة الدهنية وبقلبها لحد ما تاخد معايا اللون ده. وبعدين بكون ضربة طماطم في الخلاط شفشة الا ربع كده، وبنزل بيه على البصل وبقلبه لحد ما تندمج كلها مع بعض، وبغطيها. برجع لها بعد شويه تكون اتسبكت، وبسيبها على راحتها خالص على نار متوسطه. لما اتسبكت معايا، معلومه صح، انا الطماطم ما كنتش ضربها ضربه كامله في الخلاط، ضربه الا ربع كده، يعني سايبه فيها شويه قطع، بتدي طعم جامد جدا في التسبيك. بحط معلقه ملح، معلقه صغيره ملح اللي هي معلقه الشاي، وبحط نص معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه بابريكا بتدي لون حلو جدا، ونص معلقه بهارات، وده فلفل حامي. هو اللي انا استخدمته ده مش حامي قوي، فكل واحد حسب رغبته، بس هو بيدي طعم حلو في الاكل. انا حطيت 2 هنا لانه مش حامي. قفلت عليها تاني وسبتها لحد ما اتسبكت وبقيت معايا بالشكل ده. بعدين البطاطس عندي هكون غسلاها ومقطعاها قطع وسط بالشكل ده، لا كبيره ولا صغيره، وهنزل بيها على الطماطم وهقلبها لحد ما الاتنين يندمجوا مع بعض جدا. انا لو سبت البطاطس عندي بالطريقه دي على النار تتسوى، مش هتتسوى وهتشيط ومش هتبقى حلوه خالص. فانا بعد ما بقلبها كلها مع بعضها بالطريقه دي، البطاطس تبقى كلها في قلب الصلصه، بحط عليها شوربه. والشوربه مش بحط مغرفه او 2 او كده، لا، بحط لحد ما اشوف بعناية كده ان هي غطت البطاطس معايا. وما نقلقش ان التسبيكه ممكن تروح لما اضيف الشوربه، لا، التسبيكه بترجع تاني بعد ما البطاطس تتسوى كويس والشوربه تتشرب، بترجع شكلها متسبك تاني وطعمها بيكون تحفة. البطاطس معايا هنا لما بسيبها تتسوى وانا بطلع ادوق حتة منها، بخليها ايه يعني مش طرية خالص عشان ما تتهريش معايا لما تبقى سخنة فاضلة في الحلة. بعد ما ضفت الشوربة بتاعتي كلها وغطيت البطاطس، بديها تقليبة بسيطة كده، وبغطيها واسيبها لحد ما تتسوى على نار متوسطة اقرب للنار الهادية. بعدين برجع لها وبقلب البطاطس بالراحة علشان بس يعني ما تدوبش في قلب الحلة. وبعد ما قلبتها بغطيها واسيبها تكمل سواها. بعدين برجع لها تاني وبتكون استوت معايا بالشكل ده، بس حابة اكمل سواها شوية كمان، فبغطي عليها وبسيبها حبة وارجع لها، بيبقى ده الشكل النهائي ليها. وبعدين تبقى معايا البطاطس بالشكل الجميل ده، وطعمها بجد تحفة. بألف هنا وشفا.